السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا صديقي العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. طبعا النهارده كان مباراة لسه منتهية دلوقتي حالا بين الأهلي وإيجل نوار البوروندي في افتتاح مشوار النادي الأهلي للبطولة الأفريقية. النهارده بدأ التشكيل مكون من نزل النهارده تراب تشكيل مكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمام منه ياسين مرعي وياسر إبراهيم كقلبي دفاع. على اليمين محمد هاني، على الشمال احمد نبيل كوكا، مروان عطيه في قلب الملعب قدام منه على شمال، وتريزيجيه على يمين، ومحمد علي بن رمضان. وفي الامام على اليمين احمد سيد زيزو وبن شرقي، وفي الامام محمد شريف كراس حربه. توقعنا طبعا التشكيل ده وقلت عليه من قبل منها بيوم او اتنين، يعني كان توقعنا في المعقول طبعا، لان ده يعتبر اللي ختم بيه النادي الاهلي. فهو نزل طبعا بالمضمون لحد ما الراجل يبدا يرتب افكاره ويبدا يحط ايده على تشكيل افضل وافضل عناصر هتنفذ افكاره. طبعا كان في من البدايه الاهلي نزل بسيطره، كان مسيطر على كل جزء في الملعب. كان في تنقلات ما بين اللاعبين، كان في تكتيك متفق عليه، كان في بعض الافكار الراجل بدا ينفذها. اللي عاجبني في الراجل بسم الله ما شاء الله عليه، واقف طول الوقت، واقف بيوجه اللعيبه، في شخصيه في الملعب. تحس ان الراجل لا، في حاجه مختلفه بيقدمها. كذلك الامر بالنسبه للافكار، مش على قد ان الراجل بياكل عيش وكده، لا لا، الراجل في عنده بعض الافكار كانت بتنفذ في الملعب، وهنشوف ده مع بعض ان شاء الله باذن الله. بكره هجيب كل الحالات دي كلها، لكن احنا بنتكلم النهارده كنظره عامه على الماتش. كان في بعض الافكار، في مثلثات بتتعمل ما بين ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من زمان، لازم يكون في عندك مثلثات في الجبهات. الجبهه اليمنى كانت النهارده جبهه رائعه ما بين محمد هاني ومحمد علي بن رمضان وزيزو. هنشوف مع بعض هنا محمد هاني دايما وابدا بيطلع، المفروض اللي هو في وسط الملعب محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان دايما وابدا بيقتحم ال 18، كان في ديناميكيه حركيه رهيبه ما بينه وبين زيزو. زيزو بيبدا الاول من على الطرف، يبدا يفضي مساحه، محمد علي بن رمضان يخش في قلب الملعب، بيخش كمهاجم تاني بيقتحم ال 18. اول ما بيقتحم ال 18 يطلع له هاني، تلاقي زيزو على طول يخش من طرف الملعب، يخش يبقى هو اللي جاي ساقط مكان محمد علي بن رمضان، يخش كثمانيه يقتحم ال 18 جوه. ولكن دايما وابدا كان بيقتحم ال 18 باستمرار، يخش معمق الملعب يلعب كمهاجم تاني، كان بيبقى على طول محمد علي بن رمضان. وهنشوف الكلام ده حتى في الهدف، بالدليل في الهدف هتلاقي محمد علي بن رمضان مقتحم ال 18 لعب كوره، وزيزو هو هنشوف هنا، هتلاقي هنا زيزو دايما ابدا في الهدف. لو رجعت الهدف هجيب الكلام ده كله بالحالات بكره. واتكررت اكتر من مره، محمد علي بن رمضان بيقتحم ال 18، زيزو هو اللي بيخش، يبقى بيجي من وسط الملعب ويجي القادمون من الخلف. فطبعا دي بتعمل ديناميكيه حركيه وبتخلخل الدفاع قدامك. كذلك الامر المفروض كان الناحيه الثانيه جبهات برضه، كان في مثلثات ما بين اشرف بن شرقي وما بين تريزيجيه واحمد نبيل كوكا. ولكن الجبهه دي كانت معطله، لان يعني هنيجي في التقييمات وهنحط كل واحد التقييم بتاعه. كان تريزيجيه النهارده مش افضل حاجه، كان اقل حاجه النهارده في الماتش. كذلك الامر بالنسبه لاحمد نبيل كوكا، فكانت الجبهه عطلانه، يعتبر اللي كان مشغل الجبهه كان اشرف بن شرقي، هو كان افضل حد كان بيلعب في الحته ديت. فكان في شغل رائع ما بين يعني على الاطراف من عمق الملعب، طبعا بقى مغطي المساحه دي كلها مروان عطيه. مروان عطيه برضو ادى النهارده اداء كويس جدا. كذلك الامر برضو الفرقه كلها مرحله وبتطلع مع بعض، كان في سرعه، كان في اداء، ولكن كان بينقصنا اللمسه الاخيره في الشوط الاولاني خاصه. الشوط الاولاني الاهلي عمل شوط رائع، مسيطر على كل اجزاء الملعب، ملعب رائع. الحكم كان حكم سيء جدا 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 في بعض الكور. لازم اللعيبه، لازم يبقى في انذار هنا علشان احجم اللعيبه دي، ما تاخدش راحتها خالص في الالتحامات، في الاستباقات. دايما وابدا مديهم حريتهم. اللعيب شفنا اكتر من كوره محمد علي بن رمضان اللعيب بينزل دايس على رجله، بكذلك الامر بن شرقي اللعيب رافع رجله كده لو بن شرقي عند الخط، لكن كان بيحافظ على نفسه. طبعا الحكم المفروض بيقدم الحمايه، دوره موجود كحكم علشان يقدم الحمايه للاعبين. اللعيبه بيبقى فيه تهور، لازم مره في الثانيه على طول انذار علشان يحجم اللاعب ده، لكن لا، الحكم ما كانش مقدم اي حمايه خالص للعيبه. اللعيبه النهارده عملت ماتش رائع خاصه في الشوط الاولاني، لكن زي ما اتكلمنا قلنا كان ينقصنا اللمسه الاخيره وبعض البطء في الهجمات في الفينشنج بتاعها. لان كان في بعض اللعيبه قلنا مش في مستوى خالص. كوكا كان مقلل جدا الجبهه اليمنى هو وتريزيجيه. كان بن شرقي بحس ان هو بيلعب في الحته دي لوحده. هنيجي طبعا في التغييرات، طبعا كنت اشوف ان بن شرقي ما كانش يغير، كان يغير تريزيجيه من وسط الملعب او محمد علي بن رمضان، لان محمد علي بن رمضان عمل النهارده شغل رائع في التحرك داخل ال 18 والتحرك بالكره وبدون كوره. حتى برضه عمل واحده تشيب لمحمد شريف. محمد شريف النهارده برضه كان اوت اوف ذا فورم خالص، ما كانش موجود، وهيجي معانا ده في التقييمات. محمد شريف حط له علق له كره جميله رائعه بصراحه. محمد علي بن رمضان من وسط الملعب قطع الكره، خدها على طول طق حطها له في قلب، في عمق 18 في ظهر المدافعين. لو محمد شريف فت وفايق يستلم الكره دي يحطها على طول طق في الجول. كذلك الامر بالنسبه لتحركات محمد شريف النهارده ما كانتش افضل حاجه في اللمسات، وحتى ما بينه وما بين زيزو بعض الكرات يستلم المفروض يبقى محطه ويطلع اللعيبه. يعني الكره برضه محمد، يعني الكره بتاعت محمد شريف وزيزو
اداها له ودخل في العمق زي ما اتكلمنا. لا، في جمل متفق عليها، في تكتيك، في بعض الافكار. هي لسه برضه يعني بيتحسس الفرقه، لسه عنده افكار كتير واتكلمنا عليها. فطبعا لما كان بيتقدم تراب، فاتكلمنا على الافكار اللي عنده. الراجل عنده افكار كتير جدا، حتى بالنسبه للاطراف. المفروض الطرف زي محمد هاني، الاجنحه دائما وابدا بتخش لقلب الملعب، وشفنا ده في الهدف. محمد هاني هو اللي كمل ودخل اقتحم ال 18 مع محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان طلعها له كده بلمسه سحريه رائعه. فمحمد علي بن رمضان النهارده كان عامل شغل كبير جدا لحد ما طلع. محمد علي بن رمضان كان من افضل اللعيبه، ولكن معدل اللياقه البدنيه عنده مش افضل حاجه. لسه محمد علي بن رمضان ما جابش المستوى، لان اللياقه البدنيه عنده لسه لم تكتمل. بعض اللعيبه برضه كتير الشوط الاول الثاني بدانا الاداء يهبط، لان معدل اللياقه البدنيه بينزل زي ما احنا كلنا عارفين. طبعا ريبيرو دمر الفرقه طبعا، فلسه الراجل هنبدا المعد البدني بتاعه يشتغل كويس جدا ووقف الفرقه على حيلها. هتشوف بعض الافكار الثانيه المختلفه خالص. الراجل هيبدا يحط افكار ويبدا يحط الاستراتيجي بتاعته. الضغط العالي دايما ابدا بيلعب على الحته بتاع الضغط العالي. دايما ابدا الاهلي كان مسيطر في الجزئيه في الشوط الاولاني خاصه، على طول بيستخلص الكره من اقرب مكان وباسرع وقت. فالاهلي النهارده خاصه في الشوط الاول كان عامل شوط كبير جدا، ولكن قلنا ينقصنا اللمسه الاخيره. طبعا محتاجين مهاجم، لازم محتاج مهاجم. والراجل دايما ابدا هو حتى اتكلم اول حاجه طلبها كان هيبقى لازم يكون في مهاجم شرس. في الشوط طبعا محمد شريف، هنتكلم عن بعض التغييرات. محمد شريف طبعا لما اتصاب نزل مكانه جرادي شار بدايه الشوط الثاني. جرادي شار بصراحه يعني لعيب اكتر، مش في البوكس بيلعب الفرقه كلها كوره. نزل عمل شغل كويس افضل من محمد شريف، ولكن مش ده الاداء المنتظر برضه من جرادي شار. اللي هي برضه معدلات اللياقه البدنيه قلنا هبطت في الشوط الثاني. فده كان يعتبر ابرز هنحط طبعا بقى هنا بعض التقييمات للاعبين. الحكم اتكلمنا عليه، حكم سيء جدا جدا جدا، ما يقدمش الحمايه. لازم المنظومه الكرويه عامه في الاتحاد الافريقي تبص بعين الاعتبار للتحكيم، لان التحكيم بصراحه حاجه سيئه جدا جدا. في بعض الحكام لا ترتقي ان هي تحكم مثل هذه الماتشات. فهنحط مع بعض هنا بعض التقييمات. محمد الشناوي يشوف ان هو لم يختبر النهارده اطلاقا، يعني الا في كوره او في اثنين طلع، يعني في بعض الاوقات في ركنيه طلع بيريح الديفنس بتاعه كله وشال الكره بايده. دي بعض الحاجات دي بتحتاجها حارس المرمى يدي الثقه لنفسه، خاصه برضه حارس المرمى لما يبقى ما فيش اختبارات بيتعرض لها بيبقى يعني اوت اوف ذا فورم، فلازم دايما الولد يحرك نفسه طول ما هو موجود. فطلع يعني في بعض الكور كوره برضه ورا ياسين مرعي. المفروض حارس المرمى دايما طالما الفرقه عندك عامله الهاي بريس من فوق، لازم حارس المرمى يبقى دايما ابدا زي ورا المدافعين عشان الكور اللي بتتلف في ظهرهم. فبرضه كان قايم بالدور ده النهارده كويس جدا. فندي محمد الشناوي 8 من 10 في ظل الكور اللي جات له وتعامل معاها. كذلك الامر ياسين مرعي هياخد 7.5. ياسر ابراهيم 7.5. كوكا النهارده كان سيء جدا، قلنا كان مقلل الجبهه هو وتريزيجيه، ياخد 3. مروان عطيه ياخد 7 من 10. كان في برضه بعض الميس باص النهارده من مروان، مش معتاد عن مروان ان هو بيعمل ميس باص. بن رمضان ياخد 7.5 على الدور التكتيكي الرائع اللي هو كان عامله النهارده لحد ما طلع، ولكن يعني يؤخذ عليه اللياقه البدنيه بتاعته لسه لم تكتمل. بعد لازم يلعب على نفسه في الحته البدنيه. هو وصل للتوب في اللياقه البدنيه، هتشوف حاجه مرعبه، نسخه مرعبه من محمد علي بن رمضان، لعيب رائع. تريزيجيه ياخد 4. تريزيجيه النهارده كان سيء جدا جدا، يعني شوف التغيير بتاع بن شرقي كان لازم يطلع مكانه تريزيجيه، لازم يطلع تريزيجيه او محمد علي بن رمضان نظرا لضعف اللياقه البدنيه عنده. لكن بن شرقي كان افضل واحد في الجبهه اليسرى، ما كانش يطلع خالص. بن شرقي كان عامل اداء متميز، ولكن اللي كان مقلل الجبهه ناحيته او مش مخليه ظاهر افضل حاجه ان تريزيجيه كان ما كانش النهارده موجود اطلاقا. كذلك الامر بالنسبه لكوكا، ما بيساعدوش في الناحيه الهجوميه، فكانوا ضاعفين الجبهه دي كلها. عندنا برضو هنا زيزو ياخد 7 من 10. عمل برضو كان عامل بعض الكرات الجميله، لكن في كوره جات له كان ممكن لو استلمها صح كان هيحطها يراد بيها انفراد اطلاقا، يحطها بمنتهى السهوله. اتعلقت له جميله جدا تشيب، كان لو استلمها صح كان يقدر يحطها ويحطها جون على طول اللمسه. بن شرقي ياخد 7 من 10 طبعا، لان كانت الجبهه بتاعته كانت ضعيفه جدا. شريف ياخد 3 من 10. كان النهارده مش موجود خالص، حتى الكوره اللي وصلت له ما قدرش يتعامل معاها بشكل جيد، كان اوت اوف ذا فورم. البودلاء طبعا ياخد ديانج ياخد 5 من 10. قفشه يعني كما هو المعتاد عن قفشه 2 من 10، مش عارف يستغل الفرصه. جات له الفرصه بعض الكور يعمل مسباص، الالتحامات الكوره اتاخد منه، مش افضل حاجه قفشه. عبد القادر برضه في الاختبارات اللي تعرض لها في الوقت ده اديله 7 من 10. كان ناجح في اختباراته كلها في التسلم والتسليم والترقيص، وخد اكتر من فاول. كان عامل شغل حلو. طاهر محمد طاهر كالعاده برضه زي قفشه ما فيش خالص اطلاقا، مسباص برضه قاطع منه، ياخد 2 من 10. جراد يشار الفتره اللي لعب فيها يعني يحاول نديله 6 من 10. طبعا هنا برضو بس ده سؤال لحضراتكم، هل تتفق معايا في التقييمات؟ احب اشوف تقييمات حضراتكم
في التعليقات، واشوف راجل المباراه من وجهه نظرك. برضه نشوف ان محمد هاني ياخد افضل راجل في الملعب النهارده، ياخد راجل المباراه محمد هاني، نظرا للمجهود اللي عمله دفاعيا هجوميا. عمل النهارده شغل رائع مع الجبهه بتاعت احمد سيد زيزو وبرام، كانوا عاملين جبهه رائعه النهارده، والديناميكيه الحركيه ما بينهم وبين بعض. اشوف ان محمد هاني رجل المباراه. شاركني برايك، مين من وجهه نظرك رجل المباراه؟ وهل تتفق او تختلف معايا في بعض التقييمات اللاعبين؟ ولو وصلت طبعا هي نهايه حلقتنا مع بعض. اتمنى تكون الحلقه عجبتك، ولا تنسانا من الدعم والاشتراك في القناه ليصلك كل جديد. وفي الختام، سلام، ويبقى النادي الاهلي منتصرا، ويبقى النادي الاهلي فوق الجميع.